السلام عليكم. عايز تدرس ماجستير إدارة الأعمال ال MBA بس مش عارف تختار التخصص المناسب. عندي ليك بعض النصايح اللي هتساعدك تعمل الموضوع ده. أولها، لازم تكون فاهم نفسك كويس، لازم تكون عارف قدراتك وعارف إمكانياتك وعارف إيه الحاجة اللي أنت بتحبها. يعني ما ينفعش مثلا تكون أنت مش شاطر في الأرقام قوي وتختار تخصص إدارة مالية تتعامل مع أرقام طول اليوم. ما ينفعش تكون مثلا بتحب تقعد لوحدك اكتر الوقت، ما بتحبش تتعامل مع كل الناس قوي وتختار تخصص إدارة الموارد البشرية ال HR اللي هو قاعد بيتكلم مع الناس على طول. فلازم تكون فاهم نفسك وفاهم ايه الحاجات اللي تنفعك وايه الحاجات اللي ما تنفعكش. تاني حاجة، لازم تكون فاهم المجالات كلها المتاحة قدامك، فاهمها كويس. يعني ايه؟ يعني حاول انك تقرا كتاب او جزء من كتاب حتى في كل مجال من المجالات المتاحة قدامك، حاول تسمع محاضرات في كل مجال من المجالات دي، حاول تسأل الناس اللي شغالة في المجالات دي، تسألهم هو انتوا يومكم عامل ازاي في الوظيفة، ايه هي المهمات او التاسكات اللي بتطلب منكم كل يوم، وتشوف هل انت متخيل نفسك تقدر تعمل الحاجات دي ولا لا. كل دي حاجات هتساعدك. وفي الاخر برضو انت لازم تشوف سوق العمل عايز ايه، لازم تشوف ايه هي اكتر الوظائف المطلوبة اللي ما بنلاقيش فيها ناس كتير، وايه الوظائف في المقابل اللي المعروض فيها اقل بكتير من المتاح والناس بتلاقي فيها صعوبة شوية في الحصول على الوظائف. دي كلها مؤشرات مهمة لازم تحطها في اعتبارك. وحاجة مهمة أخيرة، اوعى تخاف تاخد القرار الغلط، اوعى تخلي الموضوع ده يأخرك في انك تاخد الخطوة، لان ما تقلقش، الدنيا دايما فيها فرص كتير وهتدي لك الاختيار في اي وقت. لو حسيت ان قرارك الاولاني ما كانش مناسب، دايما هيكون عندك الفرصة انك تصحح مسارك وتمشي في الطريق الافضل. سلام عليكم.